بهم وبفنهم وبإبداعاتهم. معهم سوف نفتح نافذة فنية عربية من دمشق. هؤلاء هم إذن ضيوف سهرة هذه الليلة. معهم سوف نعيش عزفا منفردا أوتاره جولة في سوريا. تحية من القلب لتونس ولشعب تونس، اللي أنا لما شعرت بحب هذا الشعب الرائع لكل ما هو جميل. أنا ما في شك، يعني بعرف إنه بيقولوا عني إني أنا امرأة متحدثة، بس بيتهيألي دائما النساء المتحدثات في لحظات الحب هن صامتات. إن شاء الله ما أكون ضيف ثقيل على الشعب التونسي الطيب، الشعب التونسي الحبيب، وبرجع بقول ما بنسى تحيته في مدرج قرطاج إطلاقا. إن شاء الله عام مبروك. ان شاء الله عامكم مبروك الكل. اذا حاولنا باش تكون تحيه هذه نتاع تمنيات بالعام مبروك الاطفال، خاطر هما اصدق ناس ينجموا يعبروا على الكلمات هذه. قلت باش يجيو بحذانا يلتحقوا بنا زملاء وان شاء الله يشوفوا تو بحذايا مكي كربون باش ننطلق الحديث معاه. ايضا بحذايا قلت فما وليد، بحذاه ايضا حبيب اللي كان ممكن نشوفوهم، صالح بيزيد ايضا التحق بالمجموعه، لان الجماعه اللي باش نحكيو معاهم بعد قليل. قلت اليوم باش نحكيو، تحدثنا على التلفزه، اليوم نحكيو على زملائنا في الاذاعه اللي يقوموا بمجهودات كبيره جدا باش يرافقوكم ويونسوكم في دياركم. واحده اللي ممكن تتحكى ممكن تتبث يعني مباشره. لا ما ثماش مقص، ما نجمش نستحضر حكايه ما تتحكى كلهم لا ثماش حكايه حكاها لك صالح شغام ما حكالكش حكايه، حكى لي برشا حوايج ولو هو وانا حضرت. وليد التليلي حضر على برشا مواقف طريفه مع برشا حوايج في مكتب صالح الله يرحمه. اي اخر حاجه اللي سمعتها الميكرو وليد. صباح الخير، مرحبا بك. باهي عنده ميكرو صغير. اطرف حاجه ريت باش الناس الكل مش كيف كيف. اطرف حاجه في اي بالطبيعه اصحابي 10 أيوة. خير عزلينا. اطرف حاجه سمعتها عند مكي اليوم الصباح هو انه ما يسالش على الكاشيات. اي نكته هذه تقول. انا شخصيا نسال على الكاشيات. علاش تسال على الكاشيات انت؟ لا هذا مش هذا مش موقف طريف. يا سيد، حتى من الجماعة قالوا لك فهمتك، نحب البلاد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وبعد المساء ويوم الأحد ويوم الأحد. شكرا الموجي. لابد باش نشكر بصفة خاصة عادل مبيا اللي قاعد يتعاون معنا بطبيعة الحال كل أسبوع. أستاذ الصحفي عادل مبيا، ماذا بينا تصفيقة كبيرة على سي عادل مبيا. لا وتصفيقة أكبر من نجيب الخطاب، تصفيقة أقوى. ترجع اسم عزيز. يا سيد، حتى من الجماعة قالوا لك فهمتك، نحب البلاد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وبعد المساء ويوم الأحد ويوم الأحد. شكرا الموجي. لابد باش نشكر بصفة خاصة عادل مبيا اللي قاعد يتعاون معنا بطبيعة الحال كل أسبوع. أستاذ الصحفي عادل مبيا، ماذا بينا تصفيقة كبيرة على سي عادل مبيا. لا وتصفيقة أكبر من نجيب الخطاب، تصفيقة أقوى. ترجع